فن الغناء تأسس وتطور في أكبر عواصم المغرب، ولكن كيف تطور فن الغناء خلال المسار التاريخي عبر مختلف هذه المدن؟ قسنطينة مالت إلى تونس عندما أصبحت تابعة للمملكة الحشية التونسية، بينما بجاية والجزائر تنتميان، وحتى قسنطينة، كل هذه المدن تنتمي إلى مصدر واحد في صناعة الغناء. والتطور الذي حصل هو تطور محلي، فتلك تطورت بحسب طبيعتها وبحسب عبقرية سكانها، وكذلك بالنسبة للجزائر وبجاية، وكذلك بالنسبة إلى قسنطينة. يختلف الغناء الأندلسي بالجزائر حسب اختلاف المدارس لتلمسان والجزائر العاصمة وقسنطينة بسبب عوامل كثيرة ومتنوعة. نذكر على سبيل المثال توصيل هذا التراث على الطريقة الشفوية، ترابط بين الموسيقى وتاريخ هذه المنطقة الذي يضم يجمع عدة تأثيرات، وهي في آن واحد مغاربية، بدوية، شرقية وغربية. وهكذا يقال بأن الموسيقى الأندلسية لا تعزف اليوم بنفس الطريقة التي كانت تعزف بها أثناء موسيقى القصور، لأن بعد العهد الذهبي للموسيقى الأندلسية وبظهور لاغوكونكيستا تم رجوع هذه الموسيقى إلى بلاد المغرب، وخلال مجيء العثمانيين في القرن السادس عشر وفقدان عدة شيوخ في القرن العشرين لم يحفظ تراثهم. Parler de la musique andalouse nous amène à évoquer ce qu'a été la civilisation citadine en Algérie. Une civilisation qui a été marquée par des influences arabo-islamiques en général et les influences andalouses et turques en particulier. هكذا إذن كانت العلاقات الموجودة بين المغرب والأندلس كثيرة ومتنوعة، ولكن كيف ثبتت هذه العلاقات أكثر بين المدن الأندلسية ومختلف عواصم بلاد المغرب؟ Des gens venus le plus souvent du sud, des gens rudes, se sont frottés à la civilisation andalouse et ont fini par être marqués par cette civilisation, ont fini par être gagnés par le charme de l'Andalousie. Le géographe Edrissi nous donne des témoignages très vivants sur la plupart des villes où on sentait cette influence de la civilisation andalouse, et il nous cite Tlemcen, il nous cite Ténès, il nous cite Oran, Mediana, Cherchel, Bougine, Silla, Constantine et plusieurs autres petites villes. عندما نشير إلى الموسيقى الأندلسية يجب أن نتحدث عن تاريخ الموسيقى وذكر اسمين بارعين، إسحاق الموصلي وزرياب. نتحدث عن الموسيقى الأندلسية يجب علينا أن نتعرف على تراث النوبات، لأن اليوم أصبح للنوبة معنى آخر مختلف عما كان عليه في السابق. فالنوبة اليوم هي عبارة عن سلسلة من المقطوعات الآلية والصوتية، وهذا التراث موجود في المدارس الثلاث: الجزائر، قسنطينة وتلمسان. L'école de Tlemcen comporte les pièces suivantes: une michelia, après une touchia qsid, après la touchia nous avons le msaddaq, le ptayhi puis le darj. Ensuite vient une touchia spécifique en srabat.
faut préciser qu'au début de ces modes, il y a des touchia qui se jouent. Nous avons la touchia kbira, la touchia msika, la touchia sabah al-arus, et deux touchis, la bashra fam al-maya et la bashra hsin. Et la touchia aussi chambar sika. Je cite un petit peu. Alors après, chacune de ces trois touchias, on fait l'inqlabas.